ايوه جاي. احلى كوبايه شاي يا باشا. الله يصلح حالك. بقول لك ايه يا ابن عمي؟ مورني يا باشا. هو اسمك كريم ايه؟ اسمي فاروق يا باشا. فاروق، انا كنت بدور على شقه فاضيه هنا في المنطقه. قانون جديد يعني. قانون جديد جاد السمسار اللي قاعد هناك ده هو اللي هيدلك. لا، ما انا واخد بالي، بس انا ما بحبش نظام السماسره، بيعملوا مصالح بقى، انت فاهم. يا باشا ما تخافش، انت راجل غلبان وانا خليه يظبطك. قوم بس معايا كده. ماشي يا روح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم جاد؟ أهلا عم وسهلا. جاد. إيه يا حبيبي؟ الراجل ده يا عم جاد عايزك تظبطه عشان خاطري. ده أنا عناية ليه؟ خصني وتابعي. عناية يا فاروق، تسلم يا عناية. عم جاد تسلم. اتفضل يا باشا، ايه أمرني. الاخبار يا عم جاد؟ تمام يا حبيب قلبي. كل سنه وانت طيب. وأنت بالصحة والسلامة. انا كنت بسال على شقه هنا في المنطقه، علينا انا واختي يعني. طلبك موجود، بس بحدود كام؟ لا، الاول نختار المنطقه والجيره الحلوه والحته الهاديه وبعدين نشوف. وإحنا منطقتنا مفيش أهدى منها. اقعد أنت بس اشرب الشاي وأنا هشوف لك شقتين يجوا على مزاجك. انا كنت سالت هنا في الدكانه دي، في ست واقفه قالت لي انها ممكن تشوف لي شقه في القريب كده. عندي دكان عم صابر. عندي دكان عم صابر. ده راجل طيب، بس البعد عن بيته أحسن. ليه بس؟ هي اخلاقها مش تمام ولا ايه؟ استغفر الله، دي بنت ب 100 راجل، وجوزها ده راجل طيب. هي متجوزه؟ اللي انا اعرفه انها كانت متجوزه من بركات، وبعدين كلهم في مشاكل وخناقات مع بعض، وبعدين اتطلقوا عشان ما بتخلفش. طب لما هي لا مؤاخذه يعني لبش كده، اتجوزت تاني ازاي؟ الله اعلم يا ابني. هم اتجوزوا من زمان؟ من 5 سنين. من 5 سنين. وجوزها ده منين؟ من دمنهور. من دمنهور؟ ايوه. هم اصلا من دمنهور؟ خالتها اللي من دمنهور. خالتها من دمنهور. على العموم احنا مالنا، مش عايزين نخوض في اعراض الناس، خلينا في الشقه. الشقه موجوده وكل حاجه تمام. شقه بقى جميله اهيت، واهلها كمان ناس طيبين، وبعدين واسعه وبرحه، وحاجه على الشارع كمان. زي الفل. لقوا موقع، بس انت اصبر عليها حبتين، نروح اشوف اختي واجيبها تتفرج. بقول لك ايه، انت معاك تليفون بكاميرا؟ اه. طب ما تصورها. هي مين؟ الشقه. والله فكره يا عم جاد. انت متأكد من الكلام ده؟ انا واثق في كلام الدكتور، بس الوليه اللي اسمها صباح دي كده شكلها شمال، وحاسس انها عندها مصلحه انها تخبيه. ودي مصلحتها ايه؟ وايش عرفها ان الحكايه فيها فلوس؟ انت دماغك ضربت يا سعيد. ومين جاب سيره الفلوس بس؟ انا اول ما سمعتها حسيت ان انا غلطان، بس لما فكرت في كلام السمسار وقلبته في دماغي قلت لا، هي دي اللي احنا بندور عليها. هو انت لما صدقت لقيت خيط وقفشت فيه؟ كل دي تهيؤات. وكلام الدكتور تامر؟ الحكايه الملعبكه دي بقى؟ لا، شكلها مخبيه حاجه يا عماد، بس هي درجيه، عرفت تلبسني العمه صح. ما انت بتلعب في ارضها. دي لو كانت هي فعلا. الحاجه اتعقدت، بس المره دي عقده بشريطه. هو في ايه يا سعيد؟ انتوا من ساعة ما جيتوا انتوا عمالين ترغوا، ما تفوقوا لي بقى شوية، انا عايزة اتكلم معاك. ما ينفعش دلوقتي يا عواطف. يا سلام، وما ينفعش ليه؟ ما تقولي اللي بتقوله له يمكن اقدر اساعدك. خلاص وباخد رايها، جاس لها عندها حل. تصبحوا على خير. انت رايح فين يا ابني؟ مش عناية نايمه جوه؟ لا عناية ما جاتش بقالها 3 ايام. ايه؟ خبر اسود. يا بنت الجزمه، ايه اللي حصل؟ قفلت في وشي.